مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كي داير الاحوال؟ اليوم رجعت معكم غنصاوب معكم واحد الوصفه نتاع الملوي في الفران. الملوي اللي تيكون عامر باللوز وكيجي غزال غادي نصاوبو معكم. وباش نصاوبو هذا الملوي كنحتاج الدقيق، الفورس نتاع الحلاوي. هنا غادي ندير 3 الكيسان اللي درت انايا. المهم كل واحد كيدير القياس تاعو، انا بغيت ندير غير شويه حيت لا بقاو ما تنبغيهمش يبقاو بزاف. غندير 3 الكيسان تاع 150 غرام للكاس. هذا الدقيق تاع الحلاوي. غادي ندير شويه تاع الملحه، هكذا. وغادي ندير شويه تاع العسل. الا بغيتو ديروا السكر ديروه، بغيتو سميتو. انا كنحاول ندير دائما هذا العسل اللي وريتكم، هذا هو اللي كندير تاع اوكاليبتوس. تعجبني هذا فسميتو، تعطي واحد المذاق زوين. اي حلويات ولا الملوي ولا المسمن ولا اي حاجه درتو فيه كيعطي واحد المذاق زوين. هو اللي عندي معتمد بزاف، كنديرو في اوروبا، درتو معايا هنا حتى هو كنصاوب تنديرو في سميتو في الشهيوات اللي كنديرو سميتو هكذا. وعندي الماء دافي. اذا غادي هنا نبدا نعجن العجينه تاعي. كي كتشوفوا راه ما درتش بزاف انا، باش ما سميتو درت معي شويه باش نشارك معكم الطريقه فقط، لان صاوبتهم وجاوني زوينين وقلت اجي نعاودهم معكم على حسب الدقيق. لان كلا بدل الدقيق سميتو خصك تعرف المقادير تاع اللي غدير معاه وسميتو. كيجي تجي العجينه شويه زوينه. الا كان الدقيق زين كتجي العجينه مزيانه، ولكن على حسب الدقيق اللي كتستعمل. غير هو الا بغيتو ديروا الدقيق تاع الحلوه بحال هكذا تكون ماركه زوينه، وتكملوا بشويه تاع الفينو. مثلا ديروا 3 الكيسان اللي درت انا بحال هكذا، وتزيدوا واحد الكاس تاع الفينو كتجي حتى هي زوينه. تقدروا تعجنوها مثلا ديروا فيها ديك خمارات الحلوه وشويه تاع الخل، السكر او العسل كيف قلت لكم. الملحه كتجي حتى هي زوينه، واحد شويه تاع الزيت. حتى الطريقه كتجي فيها زوينه، ولكن انا كنفضلها دائما بهذا الشكل هكذا. كنحاول ما امكن ما نديرهاش قاصحه بزاف وما نديرهاش جاريه بزاف. نحاول نجمع العجينه دابا. غادي نبقى هكذا حتى نجمع العجينه وندير لكم واحد شويه ونرجع معكم ثاني باش نشوفوا المراحل اللي جايه. مشاهدينا الاعزاء، العجينه تاعي كي كتشوفوها هي عجنتها ودلكتها مزيان. كي كتشوفوها هي دابا ما جارياش وما قاصحاش، كتبقى هكذا. خصها تجيكم في هذا القوام هكذا. غادي نغطيها ونخليها على جنب واحد 15 دقيقه تقريبا. غادي نخليها هكذا ترتاح. ودابا غادي ندوز باش نبدا معكم الخليط نتاع اللوز باش نعمر به الملويات تاعي. هنايا عندي 250 غرام، ولكن انا غادي ندير غير نص تاع هذه. غادي نحتاج المزهر، عندي مزهر. وغادي نحتاج السكر، غادي ندير واحد 50 غرام تقريبا. ولا عندكم مسكه حبوب تاهي غادي تطحنوها مزيان وديروا منها واحد نص معلقه صغيره، راس معلقه صغيره. انا ما عنديش وما غاديش نديرو. اذا هنا غادي نبداو في الخليط تاعنا تاع اللوز ورجعوا باش نكملوا الملوي تاعنا. دابا درت اللوز تاعي هنايا فسميتو كي قلت لكم 125 غرام. غادي نزيد على واحد 50 غرام تاع السكر تقريبا. انا كنحاول نخلط غير بيديا، يعني ما باش ندير لا ماشي لا والو. تيعجبني هكذا نخلطو باش نخدمو مزيان، كنتمكن منه مزيان فسميتو. غندير هكذا. بغيتو ديروا شويه تاع الزبده ولا شي حاجه ديروها، ومسكه حبوب كي قلت لكم، مسكه حره اللي عندكم حتى هي ديروها. انا كنخدم تاع ليكا غير بهذا الشكل، يعني سريعه، ما تنبغيش نخدمها بلا ماشين. كنحاول نزيد الزهر بشويه بشويه باش تجمع ليا الخليط تاعي. انا كنشري هذا اللوز اللي قلت لكم، هذا البودر هو اللي كنشري. شتي هذا الطحون وسميتو. الا نتوما عندكم اللوز يعني باش تسلقوه وتقادوه وتطحنوه سميتو، كنشري هذا تكون 250 غرام. راه الناس اللي في اوروبا عارفين تيكون بزاف في محلات الاتراك. غادي نبقى نخدم هاد سميتو تاع اللي كتعمل
اللوز هكذا غنخدم هكذا بشويه بيديه، ونعاد ندوزو الملوي تاعنا باش نخدمو معكم القهوه سميتو. من بعد ما ترتاح هذيك العجينه كيف قلت لكم 15 دقيقه، لان دائما العجينه واخا ما فيها الخميره وداكشي ضروري انها ترتاح باش تجينا سميتو، باش تجي سهله في الخدمه وكتجي حتى في الطياب كتجي زوينه صراحه. ماشي بحال الا خدمتيها ديريكت ما كتصدقش، واخا ما فيها الخميره يعني ضروري ان العجينه خصها ترتاح. مشاهدينا الاعزاء، نتوما كتشوفوا العجينه تاعنا، ها نتوما القوام تاعها من بعد ما ارتاحت واحد 15 دقيقه غادي ندير في يديا الزيت بحال هكذا، زيت عاديه زيت المائده. ها نتوما راه غير شويه كندير فيها سميتو بحال هكذايا باش كنخدم. هنا غادي نحاول ما امكن ندير كريسات صغار كتشوفوا، غادي نديرها كلها هكذا كريسات. عاد ديك الساعه غادي نقرصهم ونديرها على شكل مسمنه ونقطعها وندير معكم نوريكم الطريقه كيفاش كنخدم. غادي نكمل بحال هذا الشكل هكذا حتى ندير الكريسات تاعي كلهم هكذا بهذه الطريقه، وديك الساعه نرجعوا باش نعمروهم باللوز تاعنا. مشاهدينا الاعزاء، العجينه تاعي هاني كيف درتها هكذا درتها خبيزات. غادي ندهنها بواحد شويه تاع الزيت غير هكذا من الفوق كي كتشوفوا، وغادي نخليها مره اخرى ترتاح واحد 10 دقائق تقريبا حتى 15 دقيقه. غادي نغطيها بواحد البلاستيكه وغادي نخليها ترتاح، ومن بعد نرجع معكم باش نحاول نعمر هذه الملويه تاعي. مشاهدينا الاعزاء، دابا غادي نحاول نسرح معكم الملوي تاعنا. ها هو من بعد ما كيف شفتوه طلق مزيان هكذا بهذه الطريقه. من بعد تقريبا 15 دقيقه خليته يرتاح، غطيته بالبلاستيكه وخليته 15 ولا 13 دقيقه تقريبا اللي بقى. غادي نحتاج لواحد شويه تاع الزبده اللي ما دايباش بزاف، غادي نحتاج واحد شويه تاع اللوز بودر، وغادي نحتاج لواحد شويه تاع السميده. غادي نستعمل هذه وهذه باش نورق بهم مع الزبده. وهنايا الخليط تاع اللوز تاعنا كي شفتوا، وهنايا الزيت بطبيعه الحال زيت المائده باش نحاول نقرص هذا المسمن تاعنا. اذا هنا غادي ندوزو لاول مرحله باش نسرحوا الملوي تاعنا. غادي ندير شويه تاع الزيت هكذا فوق الرخامه، وغادي نحاول نسرح هذه الملويه تاعي بزاف، هذه الخبيزه تاعي حتى يبان ليا شويه هذاك البلون تاع الطرافاي، يعني خصها تسرح. هذا هو اللي ديك العجينه ملي كنخليوها كترخى فسميتو كتكون مخدومه مزيان سميتو كتجي على ما زويناتها فسميتو في الخدمه هكذا كتجي ساهله. يعني هنا كتشوفوا البلون دو طرافاي راه بدا كيبان دابا تقريبا. مشاهدينا الاعزاء، الملويه تاعنا سرحتها بهذا الشكل هكذا. غادي ندهنها بواحد شويه تاع الزبده اللي قلت لكم. هانتوما الزبده ما كتكونش دايبه، نتوما راه وريتكم قبيله كيفاش. انا ما كنحملش نديرها دايبه بزاف، غادي نورقها بهذا الشكل هكذا. بطبيعه الحال الملويه كيف قلت لكم راه كيكون داك بلون دو طرافاي تيكون باين. غادي نجي ندير هنايا واحد شويه تاع السميده، غير شويه ماشي غاديش نكثروا بزاف. وغادي نحاول ندير شويه تاع اللوز، تا هو هذا هو السر تاع هذا المسمن هكذا. هاد الملويات تيجيو هكذا فيهم ديك المذاق تاع اللوز بزاف. غادي ندير بحال هذا الشكل هكذا، ودابا غادي نلويها على شكل مسمنه. هاهي دابا درتها مسمنه، غادي نخليها ترتاح وغادي نتابع هذوك بهذه الطريقه. مشاهدينا الاعزاء، المسمنه تاعي هنا خدمتها بحال هذا الشكل هكذا. غادي نحطها ترتاح وغادي نهز الخبزه الاخرى نقرصها بحال هذا الشكل هكذا، وغادي نتبع بنفس الطريقه. غادي نقرصهم حتى يبان البلون دو طرافاي نديرو مسمنات، وديك الساعه نكملوا الطريقه تاعنا كيفاش غادي نديروا الملوي تاعنا فسميتو يعني باستعمال هاد المسمنات هكذا. دابا غادي نبقى هكذا كنخدم بهذه الطريقه ونرجع معكم. مشاهدينا الاعزاء، بعد ما كملت الطاوه تاع المسمنات وكتشوفوا خدمت هاد العجينه كلها على شكل مسمنات. دابا غادي نهز اول وحده وغادي نقرصها بحال هذا الشكل هكذا. غادي نحاول ما امكن ندير لها سميتو نبرك لها مزيان من الجناب باش ما تجيش غليظه. كي شفتوا راه ورقتها بالزبده وشويه تاع السميده وشويه تاع اللوز، المهم هكذا كذا سميتو.
كتجيني. غادي نحاول ما امكن ندير لها هكذا، كرس مزيان. وغادي نهز هاد اللوز تاعنا اللي غادي نحاول نديرو سميتو، انا كنهز كيف كنقرصها كندير سميتو بلا ما نكركب اللوز هو الاول. غادي نحط اللوز تاعنا هكذا وغادي نجمع عليها هاد سميتو. هانتوما كتجي بهاد الطريقه، هكذا كتجي لي ملويه تاعي. غادي نحطها هكذا على جنب وندير معكم وحده اخرى. ودابا ملي كنخدم راه خليتها واحد 10 دقائق حتى هي حتى طلقات شويه. لا دائما العجينه كنحاولوا نخليوها واحد شويه تطلق. دابا نهز ثاني شويه تاع اللوز. الا بغيتو تكركبوا اللوز هو الاول وتعبروه وتشوفوا سميتو، انا كندير عيني ميزاني، كندير اللوز ديريكت هكذا بلا ما نبقى كندير سميتو، كتجي هي هذيك. غادي نحاول ما امكن هكذا باش نعاود ثاني نجمعها هكذا على سميتو. شفتوها غليظه ولا سميتو، كتحاولوا تحيدوا واحد شويه تاع العجينه باش تجيكم ما تجيش دايره متقصه بزاف. هانتوما الخبيزه تاعنا هي هذه، غادي نحطها على جنب وغادي نستمر بهذه الطريقه. عاد ديك الساعه نديرهم في الطاوه ونرجع معكم قبل ما نديرهم في الفران ونوريكم كيفاش غادي نقرصهم شويه. وهذه هي الطريقه تاعي اللي غنتبع. مشاهدينا الاعزاء، كي كتشوفوا دابا اني ديت سميتو الملويات تاعي هكذا درت سميتو قرصتهم بهذه الطريقه. وهانتوما كتشوفوا درتهم في هذه الطاوه هذه باش نعطيهم نفس الحجم ونفس سميتو. كنقرصهم بهذه الطريقه هكذا وكنديرهم في سميتو في الطاوه باش يجيوني مقادين في سميتو. هانتوما عطيتهم نفس الحجم. هنايا موجده اصفر البيضه، اصفر تاع واحد البيضه مع شويه تاع الحليب وغادي ندهنهم. كي تشوفوا هذا الشكل من الجناب ولا سميتو كيعطيهم واحد اللمعان، كيجيو زويونين صراحه محمرين بهذا الشكل. هاد الملويات هادو ما خصكش تقرصهم بزاف باش ما تضغط على داك اللوز، وخصهم يبقاو هكذا فسميتو في هذا الحجم اللي تشوفوا. انا تيعجبوني هكذا يكونوا صغيورين، الا كانوا كبر من هكذا تيجي شويه طيب، ما تيكونش ديك الجماليه تاعهم وداكشي ما كتعجبني صراحه. انا هكذا تنبغيهم صغيورين. هادو كيصلحوا رمضان كيف قلت لكم، مناسبات الاعراس. وبالنسبه للفران مشاهدينا الاعزاء، في هذه الاثناء انا راه شاعله الفران، عندي فران تاع الغاز اللي هو سخن دابا. غادي نشعلو عليه غير من التحت تقريبا. الا عندكم تاع الفران تاع الضو تديروا 180 درجه تقريبا. الا ما عندكمش ديروا تاع سميتو الغاز وما ديروش عليهم العافيه مجهده بزاف. واحد الحاجه اللي كنقول لكم هو انهم الا درتوهم في الفران ما تحلوش عليهم، تخليوهم حتى يبانوا لكم يطلعوا مزيان، لانه الا حليتوا عليهم راه سميتو ما باقيش غادي يتنفخوا لكم فسميتو ويجيوكم دايرين هابطين. هذا هو السر تا هو في هذا سميتو في الطياب تاع هاد الملويات. صراحه كيجيو رائعين زويونين. هانتوما كي كتشوفوا دابا في الطريقه تاعهم سميتو كلشي شاركتو معكم، راه ساهلين، غير زعموا جربوهم صراحه وسجلوهم لرمضان، سجلوهم لاي مناسبه عندكم للضياف ولا سميتو ولا غير عائلتكم في الدار، راه كيجيو على مزويناتهم صراحه. ما بغيتوش طيبوهم ما ديروا لهم لا بيض لا والو، كتخليوهم غير هكذا كيف سميتو، كديروهم في كونجيلاتور في واحد البواطه وتستوهم. ملي كتبغيوهم راه كتجبدوهم الكونجيلاتور كتخليهم واحد شويه حتى كيطلقوا، وديك الساعه غدهنوهم بالبيض والزبده وديروهم في الفران كيجيو بحال الحراق تعجبوا. مشاهدينا الاعزاء، دابا غادي ندخل هاد الطاوه تاعي الفران وغادي نرجع معكم باش نوريكم النتيجه النهائيه كيفاش غادي نديكوريهم وكيفاش غادي نقدمهم. مشاهدينا الاعزاء، الملويات تاعنا هانتوما كي كتشوفوا طايبين، جاو غزالين صراحه وحتى من التحت طايبين مزيان هانتوما. ودابا ديكوريتهم باللوز، دهنتهم بالعسل مزيان. هانتوما مشاهدينا الاعزاء غرشت واحد شويه تاع العسل من الفوق، غير واحد شويه هكذا باش يجيو لي بحال شكل النوغا. صراحه هادو راه كيجيو غزالين غزالين غزالين. هاد الملويات تاع الاعياد المناسبات وبالاخص في رمضان، انا كنديرهم في رمضان بزاف. دابا درتهم معكم باش تحاولوا تسجلوهم لرمضان ولا عجبوكم، راه كيديروهم بزاف البنات في بعض القنوات وداكشي
كاين طرق مختلفه، انا درتهم باللوز، تقدروا ديروهم غير كاوكا ولا سميتو كيطلعوا رخاص. المهم هو اني نشارك معكم الطريقه والمقادير اللي كندير انايا، وتيبقى الاختيار لكم نتوما في الديكور وفسميتو باش غتسوقوا وباش غادي تعمروا. الا بغيتو كاوكا او اللوز او اي حاجه كنتو كتسميتو تيبقى الاختيار لكم. هنا كي شفتوها هما كيجيو بهذا الشكل هكذا. دابا هذه هي المرحله النهائيه، غادي ندخلهم واحد شويه للفران باش يعطيني على شكل النوغا هذا اللوز والعسل هكذا، وغادي نرجع معكم في التقديم النهائي. مشاهدينا الاعزاء، هذا هو الملوي تاعنا وهذه هي النتيجه. كي كتشوفوا كي خرجت رائعه من بعد ما زينته باللوز افيلي ورشيته بشويه تاع العسل من الفوق، وعاود دخلته للفران كيف قلت لكم باش يجيني بحال النوغا. هانتوما كيجي مقرمش وكيجي غزال غزال صراحه. هانتوما راه كيجي على مزوينته صراحه، جربوه بهذه الطريقه. راه كلشي المقادير وكلشي كاين على قناتي، ما تنساوش تجربوه وما تنساوش الاشتراك في القناه والتشجيع. اخواني اخواتي مشاهدينا الاعزاء، دمتم في امان الله والى فيديو مقبل ان شاء الله.